البيت، وبهاراتي بعد أحطهم في البيت. براويكم واحدة جنتين شلون نبغى نسويها. طبعا الأشكال حسب الرغبة. باخذ بس طبعا يدي مغسولة مجففتها. الأشكال طبعا على حسب الرغبة، ممكن الكفتة الأقراص الكفتة العادية أو الدائرية. أنا أحب إني أسوي نفس شكل كرات البولز دي، تعطي شكل حلو في الدواير. تعال بسوي واحدة ثانية. بسوي هنا عندي كرة ثانية، مجرد إنه بشكل بسيط يعني أدورها في اليد، أدحرجها لغاية ما أحصل على الشكل الكرة. أنا هني محضرة كمية على أساس ضيق الوقت، وطبعا لازم بعد ما أكمل لازم أدخلها الثلاجة، مو مكثف الثلاجة، بدخلها الثلاجة عندي ساعة واحدة ويفضل أكثر بعدين أقليها. ليش؟ على أساس إنها تتماسك. لا لو جيت إحنا على طول قليتها وهي عندي للحين المكونات ما تجانست وما تماسكت، يمكن تنفتح لي في أثناء القلي. فأنا مجرد إن لازم أعطيها فرصة في الثلاجة تتماسك وتعطيني بعد الطعم الكريسبي المقرمش لما أي أقليها. الحين أنا هنا عندي جاهزة. بقلي بالدهن العادي أو بزيت الزيتون. أنا هني مجرد إنه بضيف شوية زيت زيتون وبضيف زيت نباتي عادي. طبعا المطبخ اللي عندي يكثرون من استخدام السمنة بتواجدها بكثرة عندهم، ولأن بعد يحبونها ويحبون طبخاتهم تكون دسمة، فهاي الزيت يكفي. ممكن في ناس يحبون طعم الكفتة مشوية، ممكن تستبدلونها بمقلاة مشوية طبعا، يعني مقلاة حق شواء ما تكون عادية، وممكن كذلك يحصلون على طعم المشوي اللي يحب المشوي. وزيد مجرد بس يسخن وابتدي اقلي. مثل ما قلت هاي الكفتة ماخذة وقتها كامل في الثلاجة. امسك يدي بكون مستعدة اني هاي. يلا نجرب نشوف انها حمت او لا. للحين بعد تحتاج اكثر. بنزل شوي شوي لغاية ما لما اسمع صوت الزيت. بديت اسمع صوته معناته انه الزيت بدا يسخن. ما احتاج زيت اكثر. ما بتكون عندي دسمة. ممكن انزل الكمية اللي ابيها واحتفظ بالباقي في مكثف الثلاجة. ربع كيلو لحم مفروم ما بيسوي لي كمية كبيرة يعني حق عزيمة، مجرد حق اكل البيت يعني. بسويتهم الحين بدخلهم في الثلاجة. كفاية يعني كذي. بعطيهم وقت بس على كل قلبة، لأن اللحم مفروم عندي طازج ومتبل، فبيعطيني طعم حلو وما بياخذ مني وايد في الفرن، يعني ما بياخذ مني وايد على النار. مجرد بخلي كل قلبة 7-8 دقايق وبعدين
وابتدي اضرب القلبة الثانية. مثل ما انتم شايفين قلبت القلبة الأولى، القلبة تقريبا استغرقت مني 6 إلى 7 دقائق لما اللون المطلوب اللي أنا أبيه صار عليها تقريبا البني الغامق. أنا أحب تكون محمرة الكفتة نفس المشوية وباللون يكون الذهبي الغامق اللي عليها. بس الحين بنتظر مجرد بعد حق دي القلبة 6 دقائق وبعدين بقدمها لكم، بريكم شلون نقدمها مع شرايح الليمون. وبعد ما قلبت القلبة الثانية واستغرقت مني 5 إلى 6 دقائق لأن الزيت كان اوريدي حار ونفس ما أول مرة حطيت الكفتة. بعدين صفيتها عن الزيت وقدمتها في طبق أنيق وراعيت طبعا الألوان كالعادة. أتمنى يكون اليوم الكفتة نالت على إعجابكم وتجربونها فعلا تستمتعون بطعمها. صحتين وعافية.